ازيكم يا حبايبي، انا اميره وده مطبخ. احنا النهارده هنعمل سمك، سمك جلد النمر. هنعمله سنجاري ورز محمر. انا جبت السمك ده اللي هو جلد النمر، غسلته ونضفته كويس وفتحته ونقعته في ميه بملح بدقيق. انا ما بنقعوش الا في اكتر من كده. سبته ساعتين وبعدين في التلاجة، وبعدين عملت له تتبيله، آه، فلفل وكزبره ناشفه وملح وكمون وليمون وخل وتوم. دقيت التوم والخضار كله مع بعض، الفلفل والكزبرة الخضراء، دقيتهم كويس وضفت عليهم والثوم، ضفت عليهم الملح والكمون والليمون والخل، وحشيتهم بقى. هو انا نضفته بكده بقى جميل ازاي. وضفت عليهم اهو التتبيله اهيت، فلفل وكزبره وثوم وليمون وخل. صلى على النبي يا حبيبي، واذكروا الله، قولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. التتبيله دي بتبقى جميله في السلق، بتخلي ريحته قلب الشارع بحال. انا كده بخرط الخضار اهوت، وده الكمون والكزبره والملح، ما بحطش اكتر من كده في التتبيله، والليمون والخل. صراحه بتبقى ريحه السمك جميل. لو عندك البهارات اللي هي بهارات السمك دي، فده ما كانش عندي. والليمون اهو والخل. فتتبلي السمك ده وتسيبيه ساعة في التلاجة، انت براحتك بقى. انا تبلته وسبته ساعة كده، وبعدين انا عملت التتبيلة اهي، طلعته هتبل بقى السمك بقى زي ما حضراتكم شايفين كده. بالتتبيلة الجميلة دي بتبقى ريحته جميلة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. تبله واسيبه في شوية في التلاجة ساعة ولا حاجة، وبعدين على ما اوضب له الحاجات بتاعته كده اللي انا هعمله بيها. بقى جميل ازاي. التتبيله دي بتخلي ريحه السمك جميله وبتخليه جميل. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله. انا جبت حبايتين 2 طماطم وبصله، ولو بصلايه كبيره ماشي، انا توم بصلايه كبيره واحده صغيره واتنين قرن فلفل وخضار. انا هخرط الطماطم والبصل والفلفل على بعض، هاخد منهم شويه، احطهم على البوتاجاز اسويهم، والباقي هسيبه في المحشره اللي انا هعمل فيها السمك. اهو انا خرطت الطماطم اهيت، وبخرط البصل. صلى على النبي يا حبايبي واذكروا الله وادعوا لنفسكم ولحبايبكم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عفوا. انا خرطت كل اهو، وهقسم بقى الخضار ده. هاخد شويه اسويهم على البوتاجاز، واخرط الكزبره على اللي في الصينيه، هخرط عليه كده. وهجيب بقية التتبيله، احط شويه على الصينيه وشويه في الطاسه اللي هتروح على البوتاجاز. هسوي اللي على البوتاجاز ده اللي انا هحطه على السمك. لما السمك يدخل في السوا كده هبقى احطه عليه كده. السمك لو عايزه تخرطي بطاطس وتحطيها مع الخضار ده ماشي، بس انا ما بحبش البطاطس مع السمك. ممكن تضيفي بطاطس مع الخضار ده، بتبقى يعني في ناس بتحبها، انا ما بحبهاش، ما بحبش البطاطس مع السمك. كده انا لفت السمك بالرده، وافتحه كده واسيبه في قلب الصينيه، واجيب زيت وارش عليه كده، وادخله الفرن بقى بالشكل الجميل ده. اهو احط عليه الزيت بقى وادخله الفرن عما يدخل في السوا كده. داخل في السوا اهو. جبت دي اللي انا سويتها على البوتاجاز، دي الخلطه اللي انا مسويها على البوتاجاز، اللي هي عباره عن طماطم وبصل وفلفل. جميله ازاي. هدخله الفرن تاني بقى، وما يخرج هوريهولكم. كده داخل الفرن وخرج كده، خرج من الفرن اهو. شكله جميل ازاي، وطعمه احلى، وريحته جباره. يا جمال يا جمال. جميل بسم الله ما شاء الله. والخلطة اللي تحت منه جميلة برضك، لو هتاخدي منها تاخدي يعني لو كده جميل. بسم الله ما شاء الله جميل ازاي. كده احنا خلصنا السمك، هنعمل الرز بقى. دي المحشرة اللي انا بعملها، الصينية اللي انا بعملها، وده العيار بتاعها. انا غسلت الرز كويس، وبعدين ضفت عليه معلقة سمنة واقلبها مع الرز قبل ما احط اللبن، وبعدين اضيف اللبن على الرز والملح، وخلاص كفايه كده، وادخله الفرن.
كنت انا حطيت السمنه واللبن وبحط الملح اهو. هقلبه كويس بقى وادخله الفرن كده. بعد ما خرج من الفرن يا جمال يا جمال، بسم الله ما شاء الله، شكله تحفه وطعمه احلى. وحبايه الرز الكاميرا ظلماه، حبايه الرز جميله فيها لمعه وروعه كده، ما فيش حبايه مسكت التانية. حبايه الرز جميله ازاي، جميل بسم الله ما شاء الله. كده احنا حطينا فطارنا بقى، ده كان فطارنا عشان احنا صايمين اليومين دول. كل سنه وحضراتكم طيبين. ده كان فطارنا، عملت بطاطس جنبه وسلطه. وكل سنه وحضراتكم طيبين. سلام.